السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صاحبي، عامل ايه؟ انا النهاردة جايب لك فيديو جامد تنين، هيخليك متحمس حتى لو ما تعرفش انا مين. بس قبل ما نبدأ عايزك تنزل تحط اللايك المتين، ولو انت لسه جديد فما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. وما تنساش كمان تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وكل سنة وانتم طيبين. ويلا نبدأ الانمي على طول. ده هو نويل، شاب عادي جدا من عيلة اوفرديسك. في يوم من الأيام بتهاجم الشياطين على المدينة بتاعتهم وبتخلص على كل حاجة في طريقها. بتتفتح مغارة من الرتب اس، وملوك الشياطين بيظهروا في كل مكان وبيقتلوا أي حد بيقابلهم كمان. في الوقت ده بيقرر جده إنه يحمي المدينة ويخلص على الشياطين. بياخد نويل وبيوديه في حتة أمان، بس صاحبنا نويل بيبقى قلقان. جده بيقول له أنا أوفر ديسك قاتل الشياطين، مش عايزك تخاف طول ما أنا عايش. بيسيبه بعد كده وبيمشي. بيروح للمعركة وبيبدأ يقتل في الشياطين كلها اللي بيقابلها، بيدمر كل اللي بيقابله حرفيا. بس فجأة بيسمع نويل صوت انفجار بره. بيروح على طول يشوف ايه اللي حصل. الواد بيتصدم من اللي هو شايفوه. ايوه يا صاحبي، بيلاقي جده بيلفظ انفاسه الاخيرة. بيقول له يا ابني سامحني، انا المرة دي ما قدرتش احميك، بس عايزك تعرف ان انا كنت بحبك، وكمان كان نفسي تبقى مستكشف. بس مش مستكشف عادي، لا، انا عايزك تبقى اقوى مستكشف في العالم كله، وتعمل اللي جدك معرفش يعمله في يوم من الأيام. وبعد كده بيودع الملاعب وبيموت. بنعرف إن جده هزم سيد الشياطين اللي قبل كده، وسموه أوفرديس الذي لا يقهر. بيعدي الوقت وبيكبر نويل وبيبقى مستكشف زي ما وعد جده. بيكون هو وفريقه بيستكشفوا مغارة وبيقتلوا الوحوش اللي فيها. الواد ده بيكون اسمه لويد، والتاني ده اسمه ويتر، والبنت اللي معاهم دي كمان بيكون اسمها تاني. لكن ما بيكونش بيقاتل معاهم علشان هو من فئة المتحدث، ودي من أضعف الفئات اللي موجودة. المغارة اللي هم بيستكشفها دي بتبقى ملك المصاصين الدماء، واللي بيعتبروا من أضعف الفئات علشان ما بيقدروش يستخدموا السحر. لكن الملكة بتاعتهم بتقدر تنتج كميات كبيرة من مصاصين الدماء في أي وقت. نويل بيقعد يشرحهم علشان يعرف تركيبها من الداخل، لكن فجأة بيهاجم عليه وحش من وراه. البنت تاني بتلحقه وبتخلص عليه في لمح البصر. بيدخل لجوه وبيقترح عليهم ويتر انهم يخلصوا على الملكة مرة واحدة علشان يقدروا يوقفوا انتاجها. نويل بيعرفوا ان اللي بيفكر فيه ده غلط، علشان دي حاجة صعبة جدا على ناس من الرتبة سي، ولو عملوا كده هيموتوا على طول. ويتر بيقول له خلصانة يا معلم، اللي انت شايفه اعمله. لكن قبل ما يخلص الكلمة بيلاقي الملكة بتهجم عليهم، وكمان بدأت تنشر السم بتاعها في كل أنحاء المكان. بتروح بعد كده تهجم على تاني وبتوقعها على الأرض، وكمان بتروح على والتر واللي بيكون مش عارف يعمل لها حاجة، مستني الأوامر بتاعته من نويل. نويل في الوقت ده بيبقى مش قادر يتنفس. بيفتكر ذكرياته في الماضي لما كان جده بيضربه. بيقوم على طول وبيقول للوحش مش أنا اللي تتعامل معايا كده. بيفعل مهاراته وبيزود من قوة أصحابه وبيديهم الأوامر علشان يخلصوا عليها. بس إبداع الملكة بيوصلهم في الوقت ده، وكل أعضاء الفيلق بيكونوا خايفين. نويل بيطمنهم وبيقولهم ركزوا على الملكة وهو هيخلص على التانيين. بيفعل مهارة البرق بتاعته وبيخلص على عدد كبير منهم. بيضرب بعد كده رصاصة بمسدسه وبيجمد الباقي. لكن في واحد أصر، بيكون قدامه 40 ثانية قبل ما الملكة تجدد نسلها مرة تانية. والوحش خلاص بيكون قرب منهم، لكنهم بيتحركوا في الوقت المناسب وبيقدروا يفصلوا دماغها عن جسمها. بيموت بعد كده النسل بتاعها كله. فيلقي الأفق الأزرق بقى بيقدروا إن هم يخلصوا على الوحوش اللي في المغارة كلها. نويل بيفتكر ذكرياته مع جده لما قرر إن هو يدربه على استخدام عينه. ومش بس كده، لأ، كمان يخليه أقوى مستكشف على وجه الأرض. بيطلع لبره وبيقول لنفسه أنا مش هبقى زيك، أنا هبقى أقوى مستكشف على وجه الأرض، حتى أقوى منك أنت شخصيا. يقصد بالكلام ده جده يعني. بيتجهوا بعد كده لمدينة تروي، عاصمة الإمبراطورية بتاعتهم. بتبقى عبارة عن مدينة متقدمة جدا. المستكشفين هم أبطال المدينة دي. بيروحوا المطعم وبيقعدوا ياكلوا. العيال بيبقوا كسبوا 5 مليون من المهمة دي. بنعرف إن والتر ده مهاجم الفريق، والتاني دي المعالجة بتاعتهم. أما نويل بقى فهو القائد بتاعهم. والتر بيقعد يضايق فيه وبيقول له يا عم مش مشكلة لما نصيبك يبقى أقل واحد فينا، ما انت برضو ما بتعملش حاجة. بيفتكر كلام جده تاني وهو بيقول له إن الفلوس كل حاجة ومن غيرها انت عاجز، وكمان مش هتعرف تعمل أي حاجة. سيبك من كلام الناس اللي لا بيودي ولا بيجيب، أهم حاجة إن انت تبقى رايق وتملى الجيب. نويل بيقول له خلصانة يا عم، ما حصلش حاجة، وبيتجنب الكلام معاه. والتر بيتعصب أكتر منه وبيقول له على فكرة أنت اللي هتضيع سمعة الفيلق بتاعنا. نويل ما بيسكتلوش المرة دي، بيقعد يضايق فيه أكتر وأكتر، وبيقول له أنت من غيري ما تعرفش تعمل أي حاجة يالا أنت.
انت شوية عضلات، انا بس اللي بحركهم بدماغي. والتر بيتعصب على الاخر وبيمسكه من رقبته وبيبقى يخلص عليه. لويس بقى بيبعدهم عن بعض وبيقول لهم كفاية لحد كده، فرجتم الناس علينا في المكان كله، احنا لازم نمشي من هنا بسرعة. بيطلعوا لبره وبيكونوا كلهم متضايقين من المبلغ الصغير اللي هم خدوه. نويل بيقول لهم ان العشائر بياخدوا فلوس اكتر علشان بيستولوا على المغارة لحسابهم، وده بيحقق لهم مكاسب اكتر. فبيسأل لويس هم معاهم قد ايه لحد دلوقتي من فلوسهم. بيعرفوا ان معاه 13 مليون. نويل بيقول لهم كويس قوي، احنا نعمل بقى العشيرة بتاعتنا. قال له بس الحكومة بتفرض ضرائب 20 مليون، وده قبل ما تأسس العشيرة. نويل بيقول له انا عارف احنا هنكمل الباقي بس، وده هيخلينا نجمع فلوس اكتر بدل الملاليم اللي احنا بناخدها. قال له طب احنا هنعمل ايه في المقر بتاعنا؟ نويل بيقول له احنا هنأجره بسعر كويس تاني. بتقول له احنا لسه مش مستعدين لكده. الله، طب هنبقى مستعدين امتى يعني؟ احنا لازم نعمل العشيرة بتاعتنا، وزي ما بيقول المثل no risk no fun، والتر بيوافق على طول. بيسأل لويس بقى إن كان هو هينضم لهم علشان صاحبنا نويل كل اللي في دماغه إنه يحقق حلمه ويبقى أقوى مستكشف في العالم، ولو ما وافقش هياخد نصيبه من الفلوس دي ويسيب الفلق بتاعهم. لويس بيبقى متشتت كده في الأول بس بيضطر بعد كده إن هو يوافق. بيتفقوا بقى إن هما يتقابلوا كمان يومين في بيته، وبيسيبهم بعد كده نويل وبيمشي. الوقت بيعدي وبيروح والتر تاني يوم لنويل بيعرفوا ان لويس وتاني سابوا المدينة وهربوا، وسابوا كمان الرسالة دي اللي بيعرفوا صاحبنا فيها ان هم خلاص خلصوا الفلوس اللي كانت معاهم في القمار. علشان كده اضطروا ان هم يهربوا علشان ما يواجهوا نويل. صاحبنا بيضحك كده من اللي هم عملوه، بيقول والله وقعتم ومحد سمع عليكم. بيسأل والتر هو لقى الرسالة دي فين. لويس بيعرفوا انه لقاها في بيت لويس، فبيقول له احنا المفروض كنا نتقابل هناك بعد الظهر، ايه اللي وداك بدري كده؟ قال له انا كنت سهران امبارح وعرفت ان في شغلانه نقبضها كويس، فرحت علشان اتكلم معاه قبل ما حد يسبقنا، لكن لقيت البيت فاضي وصاحب البيت هو اللي اداني الرساله دي. فبيسأل هو مشى من البيت امتى؟ والتر بيقول له ان صاحب البيت عرفوا انهم مشيوا من الساعه 8 الصبح. نويل بيقول له دول عالم صيع عيابه مخططين لكل حاجه، مشيوا من المدينه قبل ما تتقفل ابوابها، ودلوقتي الساعه بقت 10، يعني عدا اكتر من 14 ساعه، بس برضه هنقدر نلاقيهم علشان هم أكيد ماشيين على رجليهم، ولو أجرنا حصان هنقدر نوصل لهم بسرعة. والتر بيقول له خلصانة يلا نروح. نويل بيقول له استنى بس كده، أنت لما تروح هتعمل إيه معاهم؟ قال لا أنا هضربهم لغاية ما يعترفوا بالغلط بتاعهم. نويل بيقول له مش أنا قلت لك أنت شوية عضلات على الفاضي ماشيين على الأرض؟ أنت كده أثبت لي إنك غبي. أنا هقول لك بقى إحنا هنعمل معاهم إيه. هم اختاروا إنهم يسرقونا ويهربوا، ودي خيانة مش هقدر إني أسامحهم عليها، وعشان كده هخلص عليهم بإيدي. بيطلعوا بعد كده يروحوا لنقابة المغامرين. والتر بيسأله احنا رايحين فين دلوقتي؟ نويل بيقول له هو انا هقعد اقول لك كل شوية؟ انت لك مهمتك وهي انك تحارب، ملكش دعوة بقى بالتفكير تاني. بيدخل لجوه كده وبيعرف الفرع التاني ان لويس وتاني هربوا، وبيعرض عليهم مكافأة 2 مليون للي هيقدر يلاقيهم. الواد بيعمل كده علشان يوسع دايرة البحث، وبالفعل فيلاق عقدة البرع بيوافق على المهمة. بيسألوا إذا كان يعرف أي حاجة عنهم. نويل بيقول لهم إنه ما يعرفش حاجة، كل اللي هو يعرفه إنهم هربوا قبل ما بوابات المدينة تتقفل. فالفيلق بيوافق على المهمة ويمشوا. صاحبنا طبعا ما بيكونش عايز يعمل كده، بس ما فيش قدامه حل تاني. في شخص هناك بيقول له إنه عنده معلومات. نويل بياخده وبيطلع لبره كده. بيعرفوا إنه شاف 2 شبههم كانوا سايبين المدينة. والتر بيسأله وبيقول له هم فين بسرعة؟ الواد بيقول له كل حاجة ليها تمن يا صاحبي، أنا مش هقول لك كده معلومات ببلاش، أنت عرض مكافأة 2 مليون. نويل بيقول له هو 1,000,000 علشان أنت عندك المعلومة وما قدرتش تمسكهم. قال له بس أنا فريقي مكون من 4 أشخاص، و1,000,000 ده مش هيعمل لهم حاجة. نويل بيقول له خلاص لو مش عاجبك هشوف غيرك، بس صاحبنا كان عارف إن الشخص ده كبير في السن وعليه ديون كتيرة وهيضطر إنه يوافق غصب عنه، وبالفعل إحساسه بيطلع صح. بيضطر الشخص ده إنه يوافق، وبيعرفوا إنهم غادروا من البوابات الجنوبية. فبيقول له تمام قوي، خد بقى الفريق بتاعك واستنونا هناك. هو بيقول لوالتر كمان يروح معاهم علشان هو عنده مهمة هيخلصها الأول. بيخلص المهمة بتاعته وبيروح لهم على طول. والتر بيسأله إذا كان فعلا هيخلص عليهم ولا بيهزر. قال له لو اضطريت أعمل كده مش هتردد تانية، علشان الخيانة ذنب ما يتغفرش، وتقدر تستناني هنا لو مش هتقدر تشوف المنظر بعينك. والتر بيقول له لا طبعا أنا هاجي معاك. نويل بيقول له خلصانة يلا بينا. في الوقت ده لويس وتاني كانوا قربوا من المدينة اللي رايحين لها. بيقرروا إنهم يستريحوا ويكملوا رحلتهم تاني يوم، لكن قبل ما يكملوا كلامهم بيلاقوا نويل وراهم. الواد بيستخدم عليهم هجمة البرق وبيوقعهم هما الاتنين.
والتار لسه مش مصدق إنهم خانوه، كان عايز يضربهم لكن نويل بيوقفه. والتر بيسأل لويس بعد كده عن مكافأة مصاصين الدماء اللي قضوا عليهم. لويس بيقوله إنه صرفها كمان لأنه كان مديون بالفلوس دي. الواد بيتعصب وبيقوله يعني إحنا خاطرنا بحياتنا علشان نجمع الفلوس دي وفي الآخر تصرفها كده. لويس بيقول